الفيديو ده الهدف منه ان انا احكي لكم عن اسوأ تجربة شغل في مصر عديت بيها في حياتي. الشركة اللي هتكلم عليها هي شركة معروفة، فعشان كده مش هذكر اسمها، وكمان صاحبها شخص مشهور جدا من الناس اللي بتطلع تزعق فيك كل يوم. ما علينا، بدون ذكر اسماء انا متأكد الناس هتقوم بالواجب يعني، خصوصا الناس اللي اشتغلت في الشركة دي قبل كده. الهدف بتاع الفيديو مش ان انا اتكلم عنهم بطريقة وحشة او اي حاجة، ولكن عايز اوعي الناس شويه لنقطه مهمه، هو فكره ان انت تكون شغال في شركه توكسيك او في انفايرمنت توكسيك وعليك ضغط دايما ومطلوب منك اكتر بكتير من اللي بيدفع لك وكل الحوارات، خصوصا لما تكون لسه بادئ في مجال معين او لما تكون بتتعلم الحاجه دي. فاغلب الوقت الناس بتحسسك ان هو بيديك حاجه ممكن بسببها يخليك او يتطلب منك انت تشتغل اكتر، ولكن في الاول وفي الاخر تعاملات الشغل واضحة وصريحة وسهل جدا ان انت تعرف اللي ليك واللي عليك، وهي دي الحاجة اللي بتختفي في اي environment toxic للشغل. دايما environment ما بتبقاش سلسة وما بيبقاش واضح